في الفيديو ده هنتعلم ازاي نسوي او نطبخ البنجر او الشمندر بدون ما نفقد فوائده وعناصره الغذائية، لانه غني بالعناصر الغذائية ومضاد قوي للالتهابات ومضاد للاكسدة وبيدعم صحة الدماغ مع فوائد تانية كتيرة. عشان كده هنتعلم ازاي نسويه بدون ما نفقد اي من عناصره الغذائية. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف الفرق بين السلق، الطريقة اللي كلنا متعودين نسويها، والشوي في الفرن. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. حلة هنحط فيها كمية مناسبة من المية بعد ما نكون غسلنا البنجر او الشمندر كويس من الاتربة والطين اللي فيه، ونخليه على النار لغاية اما يستوي. الطريقة التانية انا هجيب البنجر والف كل واحدة في فويل واحطها في صاجة في الفرن، ونخليه في الفرن في الرف الاوسط لغاية اما يستوي. ممكن نجمعهم كلهم في فويل واحد، او ممكن نخليهم في صينية ونغطيها. بعد ما طلع من الفرن واستوى هنبدأ نفكه من الفويل. شايفة اللون؟ عشان هنشوف الفرق بينه وبين السلق دلوقتي. هنقطعه تقطيع للسلطة. ده البنجر المسلوق في المية، شايفين لون المية؟ معظم العناصر نزلت في المية. هنشوف كمان لون البنجر عند التقطيع. وادي النتيجة النهائية. ادي الطبق اللي فيه طريقة السلق، اللون الفاتح واللون الغامق اللي هو طريقة الشوي. يعني انصح بطريقة الشوي لان انت بتحافظي على معظم العناصر الغذائية وبتاخدي الفوائد الكاملة من البنجر او الشمندر. تكونوا استفدتوا معانا، وشكرا للمتابعة، ونتمنى ما تنسونا من دعمكم. مع السلامة.